تخيل معايا، قبل ما يكون في أهرامات ولا بلاد ولا حتى أسماء، قبل ما تبقى في كتب وقبل ما يبقى في كتابة أصلا، قبل ما نلبس وناكل زي دلوقتي، كنا إيه؟ كنا فين؟ وكنا بنفكر إزاي؟ هو آدم عليه السلام كان بيعيش في العصر الحجري؟ هو الإنسان الأول كان متدين ولا عايشها سايبة؟ هنرجع بالشريط من ورا، مش سنة ولا 1000، ده ملايين السنين، ونعرف مع بعض قصة الإنسان من قبل الحضارات لحد أول حضارة. لغز للتفكير، إيه اللي خلى الإنسان إنسان؟ وإزاي من كائن ضعيف بيجري ورا قوت يومه بقى سيد الكون وخليفة الله في أرضه؟ السلسلة دي مش مجرد معلومات، دي رحلة إيمانية بالدليل والبرهان، من العصور الحضارية لحد ما قبل الحضارات الكبرى. هنشوف إزاي الإنسان اتطور، وإزاي كل ده كان بتدبير من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلينا نشوف إزاي حصل التكريم ده، وإزاي الإنسان استخدم عقله ووصل لحضارات عظيمة. الأول هنوضح أهم الأسئلة الإيمانية والفكرية اللي الفيديو بيركز عليها طول السلسلة. هل آدم عليه السلام كان في العصر الحجري ولا نزل بعلم كامل؟ هل القرآن يتفق مع تسلسل العصور ده ولا لأ؟ ليه الإنسان اتطور والحيوان لأ؟ إيه اللي ميزنا عن باقي الكائنات؟ وإزاي نربط التاريخ القديم بالدين؟ وهل في أدلة على وجود الدين من أول يوم؟ هنبدأ الأول بتقسيم العصور الحجرية. العصور الحجرية اتقسمت ل4 حقب أساسية. ما قبل العصور الحجرية، البدايات الأولى للبشر، العصر الحجري القديم من 2.5 مليون سنة لحد 10,000 قبل الميلاد، العصر الحجري الأوسط من 10,000 لحد 8,000 قبل الميلاد، والعصر الحجري الحديث من 8,000 لحد 3,000 قبل الميلاد، وأخيراً فترة ما قبل الحضارات من 3,000 لحد 2,500 قبل الميلاد. والعجيب إن كل المراحل دي كلها كانت بتتبع نظام إلهي: إن كل شيء خلقناه بقدر. أنا محمد، ودي قناة ما لم يقال، قناة تاريخية وثائقية بنفتح فيها أبواب الأسرار اللي تاريخ ما حكاهاش، من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض. نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للآشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة، عن المؤامرات الكبرى والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض إزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة، من العدم إلى اليوم، في سلسلة ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. أولاً، ما قبل العصور الحجرية، البدايات الأولى. سؤال غريب، هل تعرف إيه أول صوت نطق به الإنسان؟ وإزاي بدأ يفكر؟ دلوقتي خلينا نبدأ من أول لحظة. الإنسان الأول مين هو وإزاي عاش؟ البداية كانت في أفريقيا من حوالي 2.5 مليون سنة. الإنسان البدائي الأول ظهر، كان بيتحرك من مكان لمكان، مفيش استقرار، بيدور على الأكل والأمان. وهنا لازم نقف لحظة مع الإيمان والعلم. القرآن بيقول لنا إن أبونا آدم هو أول البشر، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والسؤال هنا، هل آدم عليه السلام كان في العصر الحجري ولا قبله؟ العلماء المسلمين المعاصرين زي الدكتور زغلول النجار بيشرحوا إن في فرق بين الإنسان العاقل هومو سابينز وبين آدم عليه السلام، وإن في مخلوقات قبل آدم كانت شبيهة بالإنسان بس ما كانتش بالعقل والروح اللي ميز آدم وذريته. طب نسأل سؤال تاني، إزاي الإنسان البدائي قدر يعيش وسط الحيوانات المفترسة؟ وإيه أول اكتشاف للإنسان ده؟ أول اكتشاف للإنسان وهو النار. تخيل أول مرة إنسان يكتشف النار،
إيه اللي هيحصل؟ أكيد خاف منها الأول. بعدين لاحظ فوائدها: الدفء، الحماية من الحيوانات، طهي الطعام. ربنا بيقول: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وبدأ الإنسان يسكن في الكهوف، أول بيوت البشرية، ويرسم على جدرانها أول محاولات التعبير والفن. ثانياً، العصر الحجري القديم، حوالي من 2.5 مليون سنة لحد 10,000 قبل الميلاد. تعرف إن الإنسان عاش في العصر الحجري القديم وقت أطول من كل تاريخ البشرية بعد كده؟ العصر الحجري القديم امتد لحوالي 2.5 مليون سنة، تخيل. وكان الإنسان فيه صياد وجامع للثمار، مفيش زراعة ولا استقرار. أهم إنجازاته الأدوات الحجرية. الإنسان استخدم الحجر عشان يصنع أدوات للصيد والدفاع وتقطيع اللحوم. وهنا لازم نقف لحظة مع الإيمان والعلم. القرآن بيقول لنا إن الله ألهم الإنسان استخدام العقل، وعلم آدم الأسماء كلها. ومن أغرب الألغاز في العصر ده الرسومات على جدران الكهوف. طب ليه الإنسان بدأ يرسم؟ هل كانت طقوس دينية أو توثيق للصيد أو محاولة للتواصل مع قوى غير مرئية؟ في كهف في فرنسا اسمه لاسكو فيه رسومات عمرها 17,000 سنة. تخيل، 17,000 سنة والألوان لسه موجودة. وكانت الأسرة البدائية بدأت تتكون. الإنسان بدأ يفهم معنى الارتباط والزواج. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثالثاً، العصر الحجري الأوسط. لغز حير العلماء. إيه اللي خلى الإنسان فجأة يفكر في الاستقرار بعد ملايين السنين من الترحال؟ في الفترة من 10,000 لحد 8,000 قبل الميلاد، يعني من 12,000 لحد 10,000 سنة من دلوقتي، حصل تغير كبير. الإنسان بدأ أول استقرار مؤقت، مش كهوفه بس، بدأ يبني أكواخ بسيطة. وأهم حاجة، بدأ يلاحظ دورة الطبيعة والنباتات، وشوية شوية هيوصل للزراعة. والله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وكمان الإنسان بدأ يستأنس الحيوانات. الكلب كان أول حيوان اتأنس بيه، وبعدين الماعز والأغنام. الأدوات بقت أكثر تطوراً، بدل ما كانت حتة حجر بس بقت أدوات مركبة، حجر مربوط بعصا بقى فأس. وبدأ الاحتكاك بين القبائل، أول أشكال المجتمع المنظم، وأول تقسيم للعمل، الرجال للصيد والدفاع والنساء للجمع وتربية الأطفال. رابعاً، العصر الحجري الحديث. سؤال يحير، تعرف إن العيش اللي بناكله كل يوم كان أهم اختراع في تاريخ البشرية؟ طب ليه؟ من 8,000 لحد 3,000 قبل الميلاد، يعني من 10,000 لحد 5,000 سنة من دلوقتي، حصلت ثورة الزراعة. الإنسان اكتشف إنه ممكن يزرع الحبوب، القمح والشعير بنفسه. معنى كده الاستقرار الدائم. أريحة في فلسطين واحدة من أقدم المستوطنات البشرية، عمرها أكتر من 10,000 سنة. وكمان عين غزال في الأردن. الإنسان بدأ يبني بالطين والحجر قرى كاملة، وظهر تقسيم العمل، مزارعين، صيادين، صناع، وحتى كهنة. والأول مرة ظهر نظام ديني منظم، معابد وطقوس. وده بيأكد فطرة الإنسان على التوحيد اللي خلقه ربنا عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن مع الوقت دخلت الوثنية والشرك، وده اللي خلى الله يبعث الأنبياء والرسل للناس. خامساً، ما قبل الحضارات الكبرى. إيه اللي خلى الإنسان يكتشف المعادن، وليه النحاس بالذات كان أول معدن استخدمه؟ الفترة من 3000 لحد 2500 قبل الميلاد كانت نقلة تاريخية عظيمة، بداية عصر المعادن. النحاس كان أول معدن استخدمه الإنسان، سهل التشكيل ومتوفر. الإنسان اكتشف إنه لو سخن الصخور اللي فيها النحاس المعدن هيسيل منها. في سيناء في مصر كانت من أقدم مناجم النحاس في العالم. التجارة بدأت تزدهر، قرى بتبيع وتشتري من قرى تانية، وطرق تجارية بين المناطق المختلفة. والهندسة والبناء اتطوروا جدا، الناس بدأت تبني منازل أكبر وأعقد، ومعابد والأماكن للطقوس. وأهم حاجة الكتابة.
البشر اكتشفوا إنهم محتاجين يسجلوا حاجات زي عدد المحاصيل، تواريخ مهمة، معاملات تجارية. والله يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بالتدريج القرى الصغيرة بقت مدن، والمدن بقت دول صغيرة، وبدأ ظهور الحضارات الكبرى، مصر القديمة وبلاد الرافدين. هسألكم شوية أسئلة إيمانية وفكرية. هل آدم عليه السلام كان في العصر الحجري؟ العلماء المسلمين ليهم رأيين. الأول إن آدم نزل من الجنة في فترة متأخرة نسبياً قبل الحضارات الكبرى. الثاني إن آدم نزل في فترة سابقة، وإن الإنسان العاقل هو من ذرية آدم. والقرآن بيقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم وذريته خلفاء الله في الأرض. سؤال آخر: إزاي نفهم القرآن في ضوء التاريخ؟ القرآن مش كتاب تاريخ، لكنه بيتعامل مع التاريخ بشكل معجز. القرآن بيركز على العبرة والدروس المستفادة. ربنا بيقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والأهم، إيه اللي ميز الإنسان عن الحيوان؟ العقل والروح. ربنا كرم الإنسان وميزه بالعقل اللي خلاه يتطور ويبني حضارة. ولقد كرمنا بني آدم. الخلاصة: خلال رحلتنا العجيبة دي شفنا العصور الحجرية امتدت لملايين السنين. الإنسان بدأ كصياد وجمع للثمار، اكتشف النار والأدوات الحجرية، تطور للزراعة والاستقرار، وصولا للمعادن والمدن والكتابة. وكل ده كان بتدبير إلهي وخطة من الله سبحانه وتعالى. والأهم، إزاي الإنسان استخدم العقل اللي منحه الله إياه للتطور والبناء. سؤال ليكم: لو رجعت بالزمن للعصر الحجري، إيه أول حاجة هتعلمها للناس؟ شاركونا في التعليقات. وفي الختام، افتكر دايماً إن كل حلقة من ال7 سلاسل على قناة ما لم يقال مش بس هتقدم لك معلومة جديدة، لكن هتشوف جانب خفي من التاريخ وتفهم أسرار ما حدش قالها قبل كده. لو نفسك تفهم حكاية الكون من العدم لحد اللحظة اللي بنعيشها النهاردة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحلقات أول ما تنزل. وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك. ولو عندك سؤال دايما كان شاغل بالك، اكتبه لنا في الكومنتات، ممكن نخصص له حلقة كاملة ونعرضه في السلسلة. وزي ما تعودنا، كل معلومة أو سؤال سمعته في الحلقة النهاردة هتلاقي له شرح مفصل في فيديوهات السلسلة بتاعته، علشان تكتمل الصورة وتفهم القصة من أولها لآخرها بترتيب. ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونشوفكم في الحلقة الجاية في ما لم يقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.